بيتك مش محتاج لحاجات أكتر، بيتك محتاج لحاجات أقل. يمكن الكلام ده أول مرة تسمعيه، بس لما تفهمي معنى الكفاية معايا النهاردة أوعدك إن حياتك هتختلف تماما. وأهلا بيكم مرة تانية في سلسلة البيت البسيط على قناة روشتة النظام. يا رب تكونوا طبقتوا معايا تحدي الدرج الواحد من الحلقة اللي فاتت وحسيتوا بالإنجاز والبدايات الحلوة دي. أما النهاردة بقى هنكمل رحلتنا وهنتكلم عن مفهوم أساسي في فكرة البيت البسيط ويمكن في الحياة كلها، وهو مفهوم الكفاية. إزاي نعرف إيه هو الكافي بالنسبة لنا؟ إزاي نتخلص من الوهم اللي كتير مننا عايشين فيه، وهم إن الأكتر هو الأحسن. عايزاكم تفكروا معايا كده، احنا عايشين في عالم طول الوقت بيقول لنا اشتري اكتر، امتلك اكتر، اعمل اكتر، اعلانات وسوشيال ميديا، حتى المقارنات اللي بنعملها مع اللي حوالينا سواء بوعي او بدون وعي كلها بتضغط علينا علشان نحس طول الوقت اننا محتاجين حاجات اكتر علشان نكون سعداء او ناجحين او حتى مقبولين. بنشتري لبس اكتر من اللي بنلبسه، بنجيب ادوات للمطبخ اكتر من اللي بنستخدمها، نملى بيوتنا حاجات ممكن تكون حلوة، بس هل هي فعلا بتضيف قيمة حقيقية لحياتنا ولا بتتحول لعبء مع الوقت؟ عبء في التنظيم وعبء في الصيانة وعبء مادي وحتى عبء نفسي في بعض الأوقات. أنا شخصيًا مرّيت بالمرحلة دي، وكوني أم وطبيبة وباشتغل وكمان صاحبة مشروع لحد فترة قريبة، كان دايمًا عندي إحساس وصوت جوايا كده إني لازم أعمل وأمتلك حاجات كتير أوي علشان أكون ناجحة أو مثالية، هي دي الصورة اللي كنت واخداها. كنت باشتري حاجات كتير ليّا وللولاد وللبيت بحجة إنها ممكن تنفع أو شكلها حلو أو شُفت حد لابسها وعجبتني أو عليها عرض وتنفع بعدين. في الآخر لقيت نفسي محاطة بكمية حاجات مش عارفة أوديها فين. حاجات بتحسسني بتوتر وضغط بدل السعادة اللي كنت متخيلاها، يعني لما اشتري الحاجة دي أنا هاخد السعادة دي. لحد ما بدأت أسأل نفسي هو إيه فعلا الكافي بالنسبة لي؟ إيه الحاجات اللي وجودها بيسعدني وبيسهل حياتي فعلا؟ وإيه الحاجات اللي مجرد عبء وزحمة؟ كمان عايزة أقول لكم إن تحديد الكفاية هو خطوة شخصية جدا ومختلفة من واحدة للتانية، مفيش رقم سحري أو قايمة موحدة تنفع للكل. الكفاية بتاعتي وبتاعت بيتي غير بتاعتك غير بتاعت أي حد تاني، وده طبيعي جدا 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 وحاجة صحية جدا. لكن في شوية أسئلة وتمارين ممكن تساعدنا نوصل لتعريفنا الخاص للكفاية. أولا تمرين الوقفة مع النفس اللي هو بنسميه كده تمرين الوعي. في التمرين ده عايزاكي تخصصي وقت هادي مع نفسك، هاتي ورقة وقلم أو افتحي حتى نوت على الموبايل واسألي نفسك الأسئلة دي، بس عايزاكي تاخدي وقتك في التفكير وتجاوبي بكل صراحة. أول سؤال، إيه أكتر 5 أو 10 حاجات بستخدمها كل يوم وتقريبا بتسهل حياتي؟ وعلى فكرة ممكن تكتشفي من الإجابات إن الحاجات دي حاجات بسيطة جدا، فده عادي، زي مثلا كوباية القهوة المفضلة بتاعتي أو الموبايل أو شنطة معينة أو جهاز معين أنا بستخدمه بيسهل عليا حياتي. طيب ثانيا، إيه الحاجات اللي في بيتي بتخليني أحس بالسعادة والراحة لما بشوفها أو بستخدمها؟ ممكن تكون مثلا صورة معينة أو زرعة، كتاب أو قطعة أثاث مريحة عندي في البيت مثلا أنا بحبها، أو جهاز بستخدمه بيوفر عليا وقت ومجهود كبير. وعلى الناحية التانية، إيه الحاجات اللي بحس تجاهها بالذنب لإني مش بستخدمها، أو بحس بالخنقة والضيقة لإنها عاملة لي زحمة وخلاص بدون أي وجه نفع منها، أو بالإرهاق لإني محتاجة طول الوقت أنظمها أو أنضفها باستمرار. طيب ثالثا، لو هسافر بكرة لمدة شهر ومش هاخد معايا غير شنطة واحدة، إيه الحاجات الأساسية اللي مش هستغنى عنها؟ والتمرين ده بيساعدنا جدا في إننا نقدر نحدد أولوياتنا الحقيقية. طيب الإجابات دي مش لازم تكون مثالية من أول مرة، بس مجرد التفكير فيها بتبدأ الصورة توضح بالنسبة لنا. هنبدأ نشوف نمط معين للحاجات اللي فعلا مهمة وقيمة بالنسبة لنا. ثانيا، تحدي واحد يدخل وواحد يخرج، ده من أكتر التحديات اللي أنا بحبها وفرقت في حياتي جدا، وهي قاعدة بسيطة لكن فعالة جدا للتحكم في كمية الحاجات اللي بتدخل بيتنا. قبل ما تشتري أي حاجة جديدة خصوصا لو فئات معينة زي اللبس، الكتب، أدوات في المطبخ، اسألي نفسك هل الحاجة الجديدة دي هتحل محل حاجة قديمة عندي بالفعل؟ لو الإجابة يبقى لازم الحاجة القديمة تخرج قبل ما الجديدة تدخل، سواء بقى هتتبرعي بيها، تبيعيها، تتخلصي منها. القاعدة دي بالذات بتخلينا نفكر مرتين قبل الشراء وبتحافظ على إننا نعمل توازن في كمية الحاجات اللي عندنا.
ثالثا التركيز على الجودة بدل الكمية. بدل ما نشتري 5 قطع ملابس رخيصة ومش عملية قوي، ممكن نستثمر في قطعة واحدة أو قطعتين بجودة عالية يكون تصميمهم مريح وعملي، وهنلبسهم ونستمتع بيهم فعلا لفترة أطول. نفس المبدأ ده هنطبقه على الأساس والأدوات وحتى الألعاب بتاعت ولادنا. ودايما بقول إن الجودة مش بس في الخامات، لكن كمان في قد إيه الحاجة دي فعلا بتناسب احتياجاتنا وبتسهل حياتنا. رابعا إعادة تعريف السعادة والنجاح. لازم نفهم إن السعادة الحقيقية مش في كتر الحاجات اللي بنمتلكها، السعادة في التجارب الحلوة، في العلاقات القوية، في راحة البال، وفي الإحساس بالإنجاز في الحاجات المهمة لينا فعلا. وكمان لازم نفهم النجاح مش معناه إن بيتنا يبقى شبه الكتالوجات. النجاح هو إن بيتنا يكون مكان بنحبه بنرتاح فيه وبيدعم أهدافنا في الحياة. لما بنغير تركيزنا من إننا نمتلك حاجات أكتر لإننا نعيش حياة أغنى بالتجارب والمعنى، بنكتشف تلقائيا إننا بنحتاج حاجات مادية أقل بكتير. طيب الكلام لحد هنا حلو قوي قوي. إزاي بقى نطبق ده بشكل عملي؟ وإزاي نعرف إن الحاجة دي كفاية ولا لأ؟ ممكن نستخدم قاعدة بسيطة جدا. القاعدة دي بتقول لما نيجي نقيم أي حاجة عندنا أو بنفكر نشتريها هنسأل نفسنا شوية أسئلة. هل أنا بستخدم الحاجة دي بانتظام؟ لو الإجابة لأ، فليه محتفظة بيها؟ هل ليها قيمة عاطفية كبيرة جدا عندي؟ ممكن أكون ورثاها من ماما، تيتا، أو هدية من حد عزيز عليا مثلا. هل ممكن حد تاني يستفيد منها أكتر مني؟ طيب هل الحاجة دي بتضيف قيمة حقيقية لحياتي؟ ممكن تبقى بتسهل عليا مهمة معينة، أو مثلا بتخليني أحس بالسعادة. هل بتساعدني مثلا أحقق هدف معين في حياتي؟ هل عندي حاجة تانية بتقوم بنفس الوظيفة؟ لأن أحيانا بنلاقي عندنا أكتر من أداة بيعملوا نفس الحاجة، فهل فعلا أنا محتاجاهم كلهم؟ الفلتر ده بيساعدنا ناخد قرارات واعية أكتر بخصوص ممتلكاتنا، ونتخلص تدريجيا من وهم الأكتر هو الأحسن. بصوا، مش هنكر إن الرحلة دي محتاجة صبر وممارسة، مش هنتحول بين يوم وليلة. هنلاقي نفسنا بنرجع لعاداتنا القديمة أحيانا، وده طبيعي جدا. المهم إننا نفضل واعيين ونسأل نفسنا دايما هل ده فعلا كافي ليا؟ وعايزاكم ما تضغطوش على نفسكم وابدأوا بخطوات صغيرة. زي ما بقول لكم دايما، احتفلوا بكل قرار واعي بتاخدوه وبكل مساحة بتخلقوها في بيوتكم وحياتكم. الهدف مش المثالية، الهدف هو الوصول لحالة من التوازن والراحة والرضا بالكفاية بتاعتنا. جينا بقى للتحدي البسيط الأسبوع ده، وهو تطبيق فلتر الكفاية على فئة واحدة بس من ممتلكاتنا. عايزاكم تختاروا فئة صغيرة علشان تكون البداية سهلة. ممكن تكون رف في المطبخ، أو درج في التسريحة، أو الجزامة مثلا، المكتب بتاع ولادنا، أو جزء من الدولاب، وهكذا. بحاول بس أديكم شوية أفكار. خدوا كل الحاجات اللي في الفئة اللي اخترتوها وحطوها قدامكم وطبقوا عليها فلتر الكفاية. بستخدمها بانتظام ولا لا؟ بتضيف قيمة حقيقية لحياتي ولا لا؟ عندي زيها ولا لا؟ قرروا ايه اللي هيفضل وايه اللي ممكن يخرج من حياتكم، سواء هتتبرعوا بيه او تعيدوا تدويره او حتى نتخلص منها خالص. فئة واحدة بس تبان انها خطوة بسيطة، لكن صدقوني بتعمل فرق كبير جدا في الاحساس بالانجاز وبداية التغيير. وعايزاكم تشاركوا معايا في التعليقات او على جروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. ايه هي الفئة اللي انتوا اخترتوها؟ وايه اكتر حاجة استغربتوا انكم لسه محتفظين بيها؟ تفاعلكم بيشجعنا كلنا، واتمنى تكون رشدة الكفاية دي لمست وتر حساس عندكم وفتحت عينيكم على طريقة جديدة للتفكير في ممتلكاتكم وحياتكم كلها. وافتكروا دايما، البساطة مش حرمان، البساطة هي حرية. حرية من الفوضى، حرية للتركيز على المهم فعلا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان نفضل مكملين رحلتنا سوا في البيت البسيط وفي رشدة النظام. أشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة ورشدة جديدة. باي باي.